السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد. إن شاء الله هنكمل سلسلة مشاريع شهر رمضان المبارك. طبعا احنا كنا شارحين فيديو قبل كده عن 3 مشاريع في شهر رمضان ممكن تعملهم. إن شاء الله هنشرح في الفيديو ده مشروعين مهمين جدا مفيش استغناء عنهم في شهر رمضان، أو السلع اللي انت هتشتغل فيها. الناس في الدول العربية والمسلمين عامة ما بيستغنوش عن الحاجتين دول في شهر رمضان، المشروعين اللي انا هقولك عليهم دلوقتي. طيب اول مشروع معانا. طيب انا حابب الاول انوه عن حاجة، لو انت مش مشترك في القناة اشترك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، اهم حاجة عشان ده بيخلينا نكمل في السلسلة ويخلينا نكمل في الفيديوهات اللي احنا بننزلها. ان شاء الله يبقى في فيديوهات كمان لمشاريع في شهر رمضان، بس اهم حاجة ادعمنا بلايك واشترك في القناة عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. طيب اول مشروع معانا هو مشروع بيع التمور. طبعا مفيش بيت في رمضان ما بيخلاش من التمور. التمر بقى، فيه التمر طبعا انواع، وفي تمر مستورد وفي تمر مش مستورد على حسب البلد اللي انت موجود فيها. لو انت مثلا في مصر، في تمور بتيجي من الواحات، في تمور بتيجي من الصعيد، في تمور بتيجي من في اماكن كتير بيبقى فيها الانتاج بتاع التمور. طيب المشروع بتاع التمور ده انت ممكن تجيب التمر منين لو انت حابب تبدأ في مجال او في مشروع التمور؟ طبعا انت هتجيب التمور بانواع كتير. الانواع دي انت هتجيبها مثلا، لو انت ما تعرفش الانواع بتنزل تسأل التاجر اللي انت هتجيب منه او المستورد او ايا كان مين انت هتجيب منه، بتقول له قول لي على الانواع اللي موجودة عندك، وبتشكل بيديلك تشكيلة كويسة، وبتقول له مثلا قول لي الانواع او ايه اكتر الانواع اللي بتتباع. طبعا انت بتكتر من اكتر الانواع اللي بتتباع عشان يجيلك فيها بيع كتير، يعني ركز على الحتة دي. طيب هتجيب التمر منين؟ في 3 حاجات انت ممكن تجيب منه. في من سوق الجملة، ده طبعا لو انت مثلا موجود في القاهرة في مصر، في سوق العبور، وفي سوق اكتوبر، وفي اسواق تانية كمان. لو انت مثلا موجود في بلد تانية، في بيبقى لكل بلد سوق جملة، ولكل محافظة سوق جملة. في حاجة طبعا اسمها الوكالة، دول بيبقوا اصحاب الاراضي والتمر نفسه، اصحاب المزارع نفسها بينزلوا المحافظات، وبيبقى في مكان اسمه الوكالة بيبيعوا فيها التمور دي. وطبعا في المستوردين، لان بيكون في تمر مثلا مستورد لو انت في مصر، في تمر بيجي من السعودية، في تمر بيجي من العراق، في تمر بيجي من الامارات، وفي تمر بيجي من الاردن كمان. طبعا انت ممكن تشكل، ممكن تنزل مثلا سوق الجملة، اقرب سوق جملة ليك ايا كانت المحافظة بتاعتك ايه. انت ممكن تنزل تقول لهم انا عايز تشكيلة من التمر، بحيث ان انا اشتريه منكم جملة واقدر ابيعه قطاعي. يعني انت بتشتري بالشكارة مثلا او بكذا علبة، وبتروح تبيع عندك في المكان اللي انت هتبيع فيه قطاعي، هتبيع بالعلبة الواحدة او هتبيع بالكيلو. تمام، دي كده 3 حاجات انت ممكن تجيب منهم التمر. طيب انت هتبيع فين؟ وده اهم حاجة. انت ممكن تبيع اونلاين وممكن تبيع اوفلاين. الاونلاين انت ممكن تعمل بيج او صفحة على الفيسبوك، وصفحة على الانستجرام، وتعمل صفحة على التيك توك كمان. هتسوق لنفسك من خلال ال3 منصات دول. لو انت ما بتعرفش مثلا في التيك توك او ما بتعرفش مثلا في الانستجرام، انت ممكن تكتفي بالفيسبوك. ممكن تعمل الاتنين دول، ممكن تعمل ال3، ويفضل ال3 بحيث انك تستهدف ناس اكتر ويجيلك زباين بسرعة. طبعا الفيسبوك انت هتعمل بوستات وصور وفيديوهات، وخصوصا الفيديوهات اللي هي الريلز دي، وتكون انت اللي مصور الحاجة وانت اللي تكون عامل الحاجة كلها، عشان تبقى يكون في حقوق ملكية للفيديوهات والصور اللي انت هتنزلها. والكلام ده طبعا على الانستجرام كمان وعلى التيك توك. طيب لو انت مثلا مش عايز تبيع اونلاين، انت ممكن تبيع اوفلاين. تأجر مثلا محل، او لو انت عندك محل بتاعك في مكان يكون عام،
او المحل يكون فيه مكان يكون فيه تكدس سكاني، يعني بيبقى فيه نسبة عدد سكان كتير، بحيث انك ت- تلم الناس دي، او الناس دي تيجي تشتري من عندك، اللي هم السكان بتوع المنطقة بتاعتك او المنطقة اللي انت هتفتح فيها المحل ده. تمام. طيب ده كده اول مشروع اللي هو بيع التمور. طبعا انت هتجيب التمور ديت جملة من سوق الجملة او الوكالة او المستوردين. انت بقى تعرف سوق الجملة منين؟ انت بتشوف المنطقة بتاعتك، او مثلا تكتب على جوجل، تبحث على جوجل سوق الجملة مثلا في القاهرة، سوق الجملة في الغربية، سوق الجملة في الشرقية. هيظهر لك اماكن كتير او اسواق كتير، ممكن يكون في كمان كذا سوق في المنطقة بتاعتك او في المحافظة بتاعتك. انت بتروح وتشوف الدنيا ماشية ازاي. وطبعا بتشوف بيكون فيه هناك وكايل كتير، انت بتشوف الاسعار في وكالة وكالة وتسأل وتستفسر كويس، عشان ما يضحكش عليك او ما تشتريش الحاجة بالغالي. يعني حاول تنزل على قد ما تقدر، عشان يبقى ليك مكسب كويس. طيب ده كده اول حاجة. طبعا انت ممكن لما تيجي تسوق لنفسك اونلاين، ممكن تعمل اعلانات ممولة على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، او ممكن تعمل على حاجة واحدة منهم. وانا برشح لك اكتر حاجة الفيسبوك، خصوصا لو انت في مصر. لو انت مثلا في السعودية، عندك السناب شات وعندك الانستجرام وعندك التيك توك. لو انت مثلا معاك ميزانية تسويق كبيرة شوية او متوسطة، ممكن تسوق على التلاتة دول. طبعا انت الحاجات دي انت ممكن لو ما بتعرفش تعمل اعلانات ممولة، ممكن تشوف حد بيعرف يعمل الاعلانات الممولة ديت. ده ممكن تجيبه من على مواقع الفريلانس او من على جروبات موجود ناس عليها، موجود ناس فريلانس. تكتب مثلا مسوقين على الفيسبوك، او فريلانسر على الفيسبوك برضو، وبتقول لهم يا جماعة انا عايز مسوق محترف، او مسوق يكون شاطر واشتغل قبل كده مثلا في التمور. لو ما اشتغلش وعنده خبرة مفيش مشكلة برضو، المهم انه يعرف يسوق لك الحاجة دي. تمام. ده كده بالنسبة لمشروع التمور. طبعا احنا في مشروع كمان برضو خاص برمضان، وهو اليميش. انت ممكن تجيب التمر واليميش وتبيعهم مع بعض طبعا. لكن لو انت عايز تتخصص في التمر بس مفيش مشكلة، لو عايز تتخصص في اليميش بس مفيش مشكلة، لو عايز تبيع الاتنين مع بعض برضو مفيش مشكلة، وده الافضل. اليميش مثلا زي ايه؟ هتجيب مثلا زي التين، المشمشية، جوز الهند، الزبيب، قمر الدين، وطبعا التمر هندي والصوبيا والمشروبات بتاع رمضان المعروفة. طيب تمام. الأماكن الشراء بتاعهم منين؟ طبعا انت هتشتري الحاجات دي جملة زي ما قلنا. طبعا هتشتري برضو من سوق الجملة، بيبقى موجود في سوق الجملة، وفي الوكالة، وفي المستوردين. طبعا انت المستوردين دول بتوصل لهم منين؟ برضو لو انت ما تعرفش، اسهل حاجة وابسط حاجة، بتدخل على جروبات على الفيسبوك، بتبحث مثلا على المستوردين، بتكتب مثلا في البحث مستوردين يميش رمضان، مستوردين التمور، وبيظهر لك جروبات كتير. وبتدخل وبتشوف الناس بتقول ايه وعندهم ايه، وانت بتكتب لهم بوستات برضه: يا جماعة انا عايز تمر، تنصحوني بايه؟ انا هبيع تمر، تنصحوني بايه؟ انا عايز مثلا تمر جملة وهبيعه عندي اونلاين او في المحل بتاعك، ايا كان انت هتعمل ايه. وطبعا انت ممكن تشتغل اونلاين واوفلاين، مش شرط انك تشتغل حاجة واحدة يعني، بحيث انك تكسب اكتر. تمام. ده كده بالنسبة انت هتجيبه منين وهتسوقه ازاي وهتعمل ايه بالظبط. طبعا في طبعا انواع تمور كتير. لو انت ما تعرفش، بتسأل التاجر: انا هشتري التمر، انا هشتري انه نوع. هو بقى بيرشح لك. انت ممكن برضو تشتري الحاجات اللي هي ايه، اللي هي بيبقى عليها طلب كبير، بتشتري بالشكاير وفي بالعلب. وطبعا لو انت مثلا عايز مثلا تجمع حاجة معينة او تعمل علبة معينة، والعلبة دي يكون مثلا فيها تشكيلة معينة انت هتعملها،
مخصصة يعني ليك، ده برضو مفيش مشكلة. ممكن تجيب مثلا علب وتغلفها انت وتعملها عندك مثلا في البيت او في المخزن او في ايا كان، وتجمعها انت عندك بحيث انك يبقى عندك المنتج بتاعك الخاص بيك او المنتج اللي بيميزك. ممكن تعمل مثلا منتج مش موجود في السوق، اللي هو الغلاف يعني، لكن التمر بيكون هو مفيش مشكلة. تمام، ده كده بالنسبة للمشروعين دول، مشروع التمر ومشروع يميش رمضان. لو انت حابب تبدأ فيهم ابدأ من دلوقتي، لان الموسم دلوقتي شغال، وان شاء الله هيخلص لحد نهاية رمضان. ولو انت طبعا لقيت الموضوع معاك شغال مفيش مشكلة، ممكن تكمل لبعد رمضان كمان، لكن الذروة بتاعته وبيكون شغال اكتر في الوقت ده، من الشهرين اللي قبل رمضان، وطبعا رمضان بيبقى معاك. تمام، ده بالنسبة لمشروع التمر. طبعا انت ممكن لو جيت هنا في الويكيبيديا ممكن تقرأ شوية عن التمر، وده طبعا بيساعدك انك تسوق وتفهم الانواع بتاعة التمر لو انت ما عندكش خلفية عنه يعني، وتعرف القيم الغذائية بتاعته، وتعرف هو مفيد في ايه وممكن الانسان يستفاد منه في ايه. طبعا دي القيم الغذائية لكل 100 جرام. طبعا انت بتقرأ الحاجات دي وبتتثقف عنه وبتعرف الحاجة اللي انت بتباعها عشان ايه، عشان تعرف تسوق له كويس. وطبعا دي اصناف التمور على حسب البلد، في مثلا دي الاردن، ودي الانواع بتاع الاصناف اللي موجودة عندهم اللي بينتجوها، ده المجهول وده البرحي. في انواع كتير، في طبعا الامارات العربية المتحدة طبعا بتنتج انواع كتير برضه، وفي ايران وفي باكستان وفي تركي وفي تونس وفي الجزائر وفي السعودية وفي السودان وفي سوريا، في العراق، في عمان، في فلسطين، وفي قطر، وفي ليبيا، وفي مصر، وفي المغرب. يعني في بلاد كتير، ومعظم البلاد اللي بتنتجه موجودة في الدول العربية. وطبعا طبعا هنا بيقولك انه موجود في الاسلام او اتذكر في الاسلام وفي القرآن وفي الاحاديث النبوية. طبعا موجود النخل اهو مذكور في القرآن، انت ممكن تقرأ الحاجات دي وتعرف اكتر لو انت مش عارف طبعا. وفي طبعا حديث مهم بيقولك من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر، ده طبعا في صحيح البخاري، وده حديث صحيح. ده بالنسبة للتمور في الإسلام يعني وكده. وفي طبعا الإنتاج العالمي للتمور اهو، بيجيب لك الدول المتصدرة في إنتاج التمور. في طبعا عندك مصر رقم واحد، ده طبعا من 2013 2014. عندك مصر، وبعدها إيران، وبعدها السعودية، وبعدها الجزائر. طبعا البلاد دي يعني بتختلف، مثلا مصر بتنتج أنواع معينة بنسبة عالية، وإيران بتنتج أنواع معينة بنسبة أعلى. وطبعا بيبقى في أنواع مثلا موجودة مثلا في السعودية، في أنواع مش موجودة في مصر، وهكذا. فالدول دي بتستورد كلها من بعضها بحيث ان هي تكفي احتياجاتها، لان الاقبال بيبقى على الحاجات دي، بيبقى على التمر خاصة والياميش والكلام ده بيبقى عالي جدا، خصوصا في شهر رمضان. بس كده، وان شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وان شاء الله هنزل فيديوهات جديدة كمان عن ازاي عن مشاريع اكتر تعملها في شهر رمضان. ولو عايز تبدأ في المشروع ده انصحك تبدأ من دلوقتي. بس كده، مع السلامة.